ازيكم؟ في الفيديو ده هقول لكم ازاي استغليت جزء من مساحة السطح وزرعتها طماطم شيري من البذرة لحد الحصاد بنظام الداتش باكيت. عشان انمي شتلات بشكل قوي لازم اوفر ليها ظروف مثالية. ابتديت انفذ المشتل ده اللي بيتكون من 8 قوالب طوب واربع اجزاء من مواسير الكهرباء وجمعتهم بالشكل ده. وطبعا الاساس عندي المشمع اللي هيوفر الضوء في نفس الوقت درجة الحرارة المناسبة للنمو. اشتريت كوبايات بلاستيك وابتديت ان انا اخرمها واملاها بخليط الكوكوبيت والبرلايت ورطبت التربة بنسبة 80% وحطيت فيها البذور على عمق 1 سنتي، والبذرة هتكسر سكون بعد حوالي 3 أو 4 أيام. في المرحلة دي الشتلة بتحتاج طبعا ري بس بكميات قليلة جدا، فبنحاول نوفر ليها رطوبة بنسبة 50%. هنا كانت عمر الشتلة حوالي 20 يوم، وخلال المرحلة دي أنا كنت بروي بمية بيضة بس مكنتش بستخدم أي تسميد. وهنا كان عمرها 30 يوم والشتلة هنا كانت جاهزة للزراعة.